رحت عند بابا يوم الخميس. انا متعوده انا واختي بنتجمع يوم الخميس. المهم الولاد قالوا لي يا خالته عايزين تعمل لنا لا دونتس لا وافل. انا ولادي بقى ايه، مدمنين دونتس ووافل، فدايما بعمل لهم عشان جبت المكنه. فسهل عليا بقى، بعمل في اي وقت فاضي او في اي وقت احنا عايزين نعمل فيه وافل وكده، بدل ما بنشتريه فبنعمله في البيت. المهم بقى قلت لهم هعمل لكم دونتس. يلا بقى، جبت ايه، بيضتين وحطيت عليهم فانيليا وحطيت عليهم سكر. كتروا السكر عشان يبقى طعمه محلي، لان ده مختلف عن الوافل. واللي عايز برضو يكون مظبوط تمام. بس المهم هتحطوا مثلا كوبايه الا ربع سكر على البيضتين على الفانيليا. وانا طبعا ما كنتش واخده المضرب، وماما ما عندهاش مضرب، فروحت عملته بقى بالايه، شايفين توتو. المهم رحت عملته بالبتاع ده، بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شفتوه، لغايه لما يدوب السكر مع البيض مع ويبقى كده كريمي، تتاكدوا ان السكر داب. المهم بقى ايه، هنحط بعدين، هنحط زيت من على الجنب كده، يعني بعد ما نضربه ويبقى كريمي معانا هنحط زيت. ممكن نحط مثلا نص كوبايه زيت وكوبايه لبن، وهنشطف الكوبايه بتاعه اللبن بشويه ميه كده ونحطهم فيها، وهنضربهم برضو في بعض. وهو لازم اللبن، لان اللبن بيخلي ليه برضو طبع، يعني طعمه وريق حلو كده. وهنضربهم مع بعض شوية، وبعدين هنحط الدقيق. عندي كوبايتين دقيق، هنحطهم على معلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر كبيرة، وهنقلبهم كده ونحطهم ولغاية لما يبقى القوام معانا زي كده زي الكيكة. نقلبهم كويس لغاية لما يبقى القوام زي قوام الكيكة، وهوريه لكم اهو، هرفعه معاكم وهوريه لكم اهو. بصوا تقلبوا كويس، اهم حاجة اهو بقى زي الكيكة. وبعدين هنحطه بقى في بتاعة الكاتشب دي، اللي بنحط فيها الكاتشب، الازازة بتاع الكاتشب اللي ليها نبوز. بس طبعا ماما ما كانش عندها، فحطيت في دورق عادي. وهحط بقى ايه، صبيت كل الخلطة دي في العجينة، يعني دي في الدورق، علشان الدورق ليه بوز، فاعرف احط في المكنه بتاع الدونتس. ليه؟ لان هو بيبقى حجمها صغير، فعايزه حاجه ليها بوز. لكن انا في عندي يعني بحط في بتاعه الكاتشب لان ليها بوز، وبحط بيه زي ما انتم شايفين. بقى دهنتها سمنه، وهبتدي ان انا احط واحده واحده، يعني كده هنزل واحده واحده في العيون بتاعه الدونتس. وخدوا بالكم لو حطيتوا السمنه بتفرق، يعني حطوا اللي هيدهن يدهن بسمنه مش بزيت، بتفرق. بص هو اهو، بعدين لما بتلاقوه حمر كده واستوى، فبتروحوا اصلا اول ما بتحطوه بيبتدي ان هو ينفخ، فبقلبه بقى على الناحيه التانية. هوريكم بقى وانا مطلعاه، بص بيبقى تحفه. العيال كانوا بيتخانقوا عليه والله، ولادي وولاد اختي كانوا بيتخانقوا عليه اهو. بصوا العيال كانوا واقفين طوابير، كان نفسي اصور لكم شكلهم كانوا عاملين ازاي. برضو هدهنه تاني بنفس، مش هحطه في سمن تاني، لا نفس الفرشة اللي فيها السمن. بدهنه كده، او بشيل مثلا لو في زيادات في القالب بتاع الدونتس ده، فبشيلها بشيلها بالفرشة. وببتدي برضو ان انا اصب تاني لغاية لما اخلص كل الكمية. بصوا شكله طالع تحفة. كمان هوريكم من قريب، بيبقى شكله عامل ازاي. انا المفروض ان انا برفعه بخلة، يعني بشوفه بخلة كده، او بس لقيت السكينة هي اللي متوفرة قدامي، فروحت عملت بيها هو زي ما انتوا شايفين. شكله طالع تحفة، والولاد بيحبوه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، يعني حقيقي تحفة. والحاجة في البيت بتنفع، يعني انا كنت مترددة ان انا اجيب المكنة دي، بعدين رحت لما جبتها. انا اكتر حاجة يعني بحب ان انا اجيب اجهزة كهربائية، كل حاجة طبعا بتنفع. فلما جبتها ما بقدرش الحقيقة استغنى عنها نهائيا. وبعدين هعمل بقى ايه، حركة نميسة كده علشان احط شوكولاتة من فوق. جبت كام باكو شوكولاتة كده وحطيته في الطبق اللي هو اللي قدامكم ده. وبدل ما احطه بقى المفروض على حمام بخار، لا انا حطيته على البخار بتاع اللي بيطلعه المكنه. حطيت عليه حبه زيت وحطيته على البخار اللي بتطلعه مكنه الدونتس اهو. زي ما انتوا شايفين هتلاقوه ساح وبقى حلو جدا، يعني وفر طبعا. شفتوا حركات بقى وتكات.
المهم اهو شايفين اصلا لقيته ساح وحلو جدا، بدل ما اقوم واحط ميه واحط على حمام البخار وكده، فلا هو مطلع بخار. رحت حطيت الطبق، حطيت الطبق عليها راح فك، يعني علشان ارش عليها. اللي عايز شوكولاته من فوق بيحط، انا عن نفسي ما يعني ماليش تقل على الشوكولاته شويه. شايفين شكله عامل ازاي؟ خرافي. بصوا تحفه من قدامه. طبعا انتوا عارفين اني انا نو فلتر، يعني انا اصلا ما بحطش فلتر ابدا للصوره بتاعتي، فبتلاقوا الصور ظاهره لكم بلونها الحقيقي، بلونها اللي طالع يعني. شايفين كانت طعمها تحفه. يلا جربوه، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتدعوا لي بقى.